السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الثانوي، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا بنات؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص هانت كلها ايام بسيطة وندخل على الامتحان بتاعنا، وتخلصوا بقى من سنة تانية وتدخلوا بقى على السنة الجديدة ان شاء الله، تالتة ثانوي. انا عارف الناس كلها متحمسة في الاول كده عشان تخش ايه؟ تالتة ثانوي. ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. النهارده كده عندنا نموذجين، ان شاء الله هنحلهم مع بعض، وفيهم أسئلة أفكارها حلوة، يعني كحاجة تدريبية كده للامتحان بتاعنا إن شاء الله. يعني هيبقى نفس النظام الامتحان بإذن الله بتاع آخر السنة. هنشوف كده مع بعض أول سؤال. بيقول لك أول سؤال، بسم الله: المادة التي يستخدمها نبات المستحية للاستجابة لللمس والظلام. طبعا احنا عارفين نبات المستحية، تمام، من النباتات اللي هي بتستجيب لعمليات اللمس او بتستجيب للضوء او الظلام. فايه الحاجه اللي هي بتخلي هذا النبات هو اللي بيقدر يستجيب للضوء والظلام او لللمس والظلام؟ طيب، هل هو الاكسجين؟ طبعا لا، ما خدناش حاجه كده ان الاكسجين له علاقه بالاستجابه. طب الجيلاتين؟ ايضا لا، مش الجيلاتين. طب عندي الميه وعندي الاكسين. واحد هيقول لي: مستر طب احنا واخدين الاكسينات. هقول له صح، ولكن احنا واخدين الاكسينات في عمليه الانتحاء. لكن لما جينا اتكلمنا عن حركه اللمس في نبات المستحيه ديت، كنا قلنا سببها ان دخول الميه الى الانتفاخات. تمام، يبقى اللي كان السبب في الحركه هنا هي دخول وخروج الماء بالخاصيه الاسموزيه للانتفاخات. يبقى الاجابه عندنا هنا مين؟ هي الميه. تمام، يبقى الميه هي التي بيستخدمها نبات المستحيه للاستجابه للمس والظلام. السؤال الثاني بيقول لي: ادرس المخطط المقابل ثم اجب اي هؤلاء الاشخاص اكثر عرضه للاصابه بسرطان الكبد. هيقول لك: طب انا ما خدناش سرطان الجلد. هقول لك ماشي، كمل السؤال. علما بقى ان صبغ الميلانين بيحمي الجلد من الاشعه الضاره. خلاص، يبقى انا كده خدت معلومه ان طالما في ميلانين يبقى في حمايه من سرطان الجلد. يبقى المفروض انا عندي هنا الشخص A وB وC. مين هنا اكتر واحد حمايه من مرض سرطان الجلد؟ عندك B. ليه؟ عشان ده اعلى مين؟ اعلى ميلانين. طب مين اللي بعديه؟ الشخص A. مين بقى اكتر واحد هيتعرض للاصابه؟ اكتر واحد هو الشخص مين؟ سي، اللي هو عنده ميلانين اقل. يبقى الاجابه عندي هي مين؟ الشخص سي. فسي دوت هو اقل ميلانين. خلاص، طالما هو اقل ميلانين يبقى هو اكتر عرضه للاصابه بسرطان الجلد. طيب، السؤال اللي بعده، السؤال الثالث، بيقول لي هنا: عند فصل قمة نامية لساق نبات تم تعريضها للضوء من جانب أي. طب ما تيجي كده نترجم الكلام ده. أنت دلوقتي عندك ساق أهو، جيت عرضتها للضوء من الجانب الأيمن، ماشي، فطبيعي إن الأكسجينات هتهاجم من الجانب المواجه للجانب البعيد، فهتبقى هنا كتير. طيب، يبقى دي كده أول جزء من السؤال. وبعدين ثبتها، اللي هي القمة لما فصلتها بعد ما عرضتها للضوء، ثبتها على قمة غلاف ورقي منزوع القمة. جبتها كده ادي قمه غلاف ورقي منزوع القمه وعملت دي كده. يبقى انت كده حطيت دي وهي عليها مين؟ اكسينات. تمام، زي ما هو بيقول. وهذا الصاج لم يعرض للضوء، ده ما عرضتش للضوء، فطبيعي لما الاكسجينات تكون هنا اكتر من هنا فده هيحصل له زياده انقسام الخلايا فتنحني يمين الى الضوء. فهتروح ناحيه اليمين ولا الشمال؟ اولا هي مش هتستقيم، تمام، ومش هتنمو بشكل متعرج. يبقى هي المفروض هتنحني جهه ايه؟ اليمين. يبقى انت اول حاجه عرضت الساق للضوء من الجانب الايمن، وبعدين اخدته حطيته على ساق منزوع القمه الناميه، فطبيعي الجنب البعيد هو اللي هيبقى فيه اوكسجينات فهينحني ناحيه الايه؟ اليمين. تبقى الاجابه بتاعتك هتبقى ينحني جهه اليمين. السؤال الرابع، ماشي، نمسح بس ايه الحته دي عشان ناخد بالنا من السؤال ده.
السؤال الرابع بيقول لي افحص نتيجة تحليل بول لشخص ثم أجب ما مدلول هذه النتيجة. دلوقتي ده النسب الطبيعية ودي نتيجة التحليل. فأنت هنا عندك الجلوكوز التركيز بتاعه 120، البروتين 6.5، اليوريا 20. تمام؟ فنتيجة التحليل هنا طالع 2 مللي، طبعا هو 120 طالع هنا 2، البروتين 6.5 طالع هنا كام؟ 5. فالمفروض اصلا البروتين يطلع البروتين لا يرشح ليه؟ لان حجمه كبير، واليوريا 20 هنا 10. ايه ده؟ طب ما المفروض اصلا اليوريا تكون النسبه الطبيعيه موجوده عندك في، ما هو بيقول لك نتيجه تحليل بول لشخص، يبقى دي النسب الطبيعيه. تمام؟ ودي نتيجه الايه؟ التحليل. طيب ايه هنا المشكله؟ هل ده معناه زياده كفاءه محفظه بومن؟ لا، لو زياده كفاءه محفظه بومن كان المفروض تبقى اليوريا اعلى من كده. تمام؟ ليه؟ لان المفروض اليوريا بتعدي من المحفظه. تمام؟ والمفروض كمان الجلوكوز بيعدي من محفظه بومن، بس بيحصل له اعاده ايه؟ امتصاص. يبقى دي مش زياده كفاءه. الشخص لا يعاني من اي مرض؟ لا، احنا الشخص كده فيه خلل هنشوفه دلوقتي فين، هل في القناه ولا في الجمع؟ لا، احنا كده الشخص عنده خلل في الجمع. طب ليه عنده خلل في الجمع يا عم؟ لان اولا المفروض البروتين ما يعديش، ودي قال لك ايه؟ نتيجه تحليل بول لشخص، فالمفروض البروتين ما بيعديش، والمفروض الجلوكوز تمام بيحصل له اعاده امتصاص. يبقى كده في حاجه حصلت في الجمع. وطبعا الجمع ده هو ايه؟ الجمع ده داخل فين؟ الجمع شبكه من الشعيرات الدمويه الشريانيه اللي هي داخله جوه محفظه بومن. تمام؟ يعني انت عندك المحفظه بيخش جواها الجمع، فبيحصل لها عمليه ترشيح. تمام؟ بيحصل في المحفظه بومن ترشيح، فبيعدي مواد ومواد ما بتعديش. فالمفروض البروتين اصلا ما بيعديش عشان هو حجمه كبير. خلاص؟ يبقى هنا عندنا خلل في الجمع. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي الشكل المقابل يوضح العلاقه بين قوه المؤثر والاستجابه. ماذا يمثل خط الف د؟ عايز بيتكلم عن الحته دي. طبعا انت عارف ان في حاجه اسمها قانون الكل او لا شيء، وقانون الكل او لا شيء كان بينص على ان لن يتولد سيال عصبي الا اذا كان المؤثر قوي بدرجه تكفي لاثاره العصب، وقوه المثير لن تزيد من قوه الاستجابه. تمام؟ طيب فهنا ده كده في اثاره صح؟ وبعديها حصلت استجابه، فانت عايز توصل لايه؟ ان مهما نزيد القوه الاستجابه واحده. طب الف د ده ايه؟ هل دي راحه؟ طب راحه ازاي؟ ما هو المؤثر فين استجابته. طيب زوال استقطاب يعني حصل اثاره، ولا عدم قدره المؤثر على اجتياز عتبه التنبيه، ولا فتره الامتناع؟ الامتناع دي يعني الجموح. خلاص؟ طيب هنا احنا المؤثر يا جماعه ضعيف. ليه؟ لان ما حصلش اصلا استجابه ليه، فاذا المؤثر غير كافي لاثاره العصب. يبقى ده كده عدم قدره ايه؟ المؤثر على اجتياز عتبه التنبيه. السؤال 6 عند شك الايد بدبوس فان آلية الاستجابه تكون سريعه. لما بتشك واحد بدبوس بتكون الاستجابه سريعه، ليه؟ هل بسبب استجابه وحده النشاط العصبي؟ ايه هي وحده النشاط العصبي؟ اللي هو القوس الانعكاسي. احنا كنا عارفين ان القوس الانعكاسي ده هو وحده النشاط العصبي. طب خلي دي دلوقتي استجابه النخاع المستطيل؟ لا، ملوش دعوه بالنخاع. استجابه خلايا الغراء وتوصيلها للخلايا الحسيه؟ برضه لا. ولا استجابه النخاع الشوكي لاشاره من الدماغ؟ لا، هو المفروض هنا حصل ايه؟ استجابه لمين؟ لوحده النشاط الايه؟ العصبي. يبقى دي الاجابه بتاعتي، اللي هو ده مين يا جماعه؟ ده القوس الايه؟ الانعكاسي، او اللي احنا بنسميه الفعل المنعكس. خلاص؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك من خلال دراستك لتركيز الاكسجينات في الشكل المقابل، ايه الشكل اللي بيعبر عن تغير الحادث لبادره نبات الشوفان من خلال هنا؟ ادي سين اهو، يعني ده بص مثلها كده كانها قمه ناميه اهي. فهنا الاكسجينات اكتر، لو نقول 65 وهنا 35. تمام؟ يبقى هنا الاكسجينات دي
اكتر. فاذا لما الاوزانات اكتر يبقى الاتحاد يبقى كده، صح كده؟ طيب يبقى دي غلط ودي غلط. طيب هبص كده، خلي بالك انت عندك اتنين متخانقين، بس مين اكتر؟ س اكتر من ص، مش ص اكتر من س. يبقى الاجابه هتكون بي. تمام؟ س اكتر من ص وليس ص اكتر من س. السؤال ده جميل اللي جاي. اكتر فضلات الهدم التاليه ضررا للنبات موجود جوه صندوق اسود. دلوقتي لو نبات موجود جوه صندوق اسود يعني عامل كده، ماشي؟ ايا كان النبات، ايا كان النبات، ماشي؟ اهو حطيت انت نبات جوه صندوق اسود، ماشي؟ اهو صندوق اسود. فطبعا النبات ده انت حاجب عنه الضوء، تمام؟ فهيعمل ايه النبات؟ هيقعد يتنفس، فلما يقعد يتنفس هيطلع غاز ثاني اكسيد الكربون، تمام؟ يبقى اكتر حاجه، اكتر فترات الهدم اللي ضرر عليه في صندوق اسود هو مين؟ غاز ثاني اكسيد الكربون. طيب السؤال 9 بيقول لي يتكون الحبل الشوكي من ايه؟ احنا عارفين الحبل الشوكي فيه ماده رماديه وماده بيضاء، بس الرماديه كانت فين؟ كانت للداخل، والبيضاء فين؟ في الخارج. يبقى اجابتك هتكون ب. يبقى هل الرمادي بر؟ لا. الرمادي في الداخل والخارج؟ لا. بيضاء؟ لا. طيب السؤال 10 امامك محوران لخليتان ادي الف وب. مين اسرع؟ بص يا جماعه، كل حاجه، كل سطر موجود عندك ليه يعني يعني الاجابه ليها مدلول. السيالات العصبيه او المحاور المغلفه وكبيره القطر تنقل السيالات العصبيه اسرع من المحاور الغير مغلفه وصغيره القطر. فمين هنا قطره اكبر؟ ب. ده قطره اقل. خلاص، يبقى هل دي لا، مش لا ينقلان، لا. الف وهي متساويين برضه؟ لا. يبقى انت عندك ب اسرع من الف. ليه؟ عشان ده محور، بص كده، كبير القطر اهو، القطر كبير وده القطر صغير. يبقى في يعني معلومه بتقول المحاور المغلفه وكبيره تنقل السيالات اسرع من المحاور المغلفه الغير مغلفه وصغيره الايه؟ القطر. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ادرس الشكل البياني الذي يوضح زراعه نبات في تربه ذات تركيزات مرتفعه لاحد العناصر. ماشي. اذا كان الحرف ب ده معدل الطبيعي للمستوى الملحي، فماذا يحدث عند س؟ طبعا هنا المعدل زايد، فسي في حاجه حصلت عشان المعدل يقل عشان ارجع تاني للطبيعي. فهنا الامتصاص النبات لكميات اقل من معدل الاحتياج. لا، ما امتصش. قيام النبات بالنتح، هو هل النتح يخرج ملح زياده؟ لا، يبقى الاختيار ده غلط اصلا. طيب موت البروتوبلاست بسبب تراكم الملح؟ لا، هو هنا ما ماتش. ليه؟ لان الدليل ان رجع تاني عند مين؟ عند ايه؟ يبقى معنى كده ان الخليه ما ماتتش. لكن بسقوط الاوراق يتخلص النبات من الاملاح الزائده، زي مثلا ما احنا عارفين املاح الايه؟ املاح الكالسيوم. تمام؟ طيب ينتقل السيال العصبي من جسم الخليه عصبيه الى خليه تانيه باتجاه مين؟ من الجسم الى خليه تانيه باتجاه مين؟ التفرعات؟ لا. والجسم؟ لا. محور ولا التفرعات النهائيه؟ قال لك لا، باتجاه التفرعات النهائيه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك اي مما يلي يمثل سطح غشاء الليفه العصبيه الخارجي، خلي بالك الخارجي في الاستقطاب. طيب في الاستقطاب انت عندك بيكون بره سالب وجوه موجب، يبقى المفروض هو عايز الخارجي في الاستقطاب، يبقى المفروض الشحنات الموجبه بتكون ايه؟ قليله. يعني هدور على الحاجه اللي فيها الصوديوم قليل. طيب يبقى انت كده الصوديوم قليل، يبقى انت هتستبعد دي وهتستبعد دي، لان دول معناهم ان الصوديوم زياده. طب المفروض لما بيحصل الانتقال اهو، يبقى هنا الصوديوم قليل. طب ومين هنا الماده اللي موجوده عندك كتير اللي بتنمي سيال؟ كانت الاسيتايل كولين. يبقى المفروض عندك بتزيد مين؟ بتزيد الايه؟ الاسيتايل كولين.
تمام اهو، وبيقل مين؟ الصوديوم، تبقى اجابتك هتكون 1000. تمام، اجابتك هتكون مين؟ 1000. طيب، ما التغير الحادث في هذه القمة بعد تعرضها للضوء من الجانب الأيمن ووضع صفيحة من الميقة في جزء منها في الجانب الأيسر؟ طبعا المفروض هنا لو أنت عندك الميقة، الضوء جاي من هنا صح، فالأكسجينات هتتراكم هنا، فطبعا الأكسجينات مش هتعدي منين؟ مش هتعدي من الميقة. ليه مش هتعدي؟ علشان خاطر الميقة دي مادة إيه؟ مادة عازلة أهي. تمام؟ فالمفروض هنا هل هتروح للضوء؟ لا مش هتروح للضوء. هل هتثبط نموها؟ لا. المفروض ان ديت هيحصل لها ايه؟ هتستقيم رأسيا لأعلى، تنمو على استقامتها. تمام؟ تنمو على ايه؟ على استقامتها. طيب، السؤال 15 بيقول لك أي مما يلي يعاد امتصاصه بالنقل النشط؟ طبعا اولا الخلايا الدم الحمراء اصلا ما بتعديش، والبروتين كمان ما بيعديش. طب بالله عليك، احنا اليوريا بعد ما بيحصل لها امتصاص احنا بنرجعها تاني؟ لا. يبقى اليوريا برضه لا. مين اللي بيرجع من النقل النشط؟ الجلوكوز بيرجع منين؟ من الانبوبه الملتفه القايمه. اي ترتيبات صحيحه وتدل على ما تكون به الصخور المائيه والسيقان الخشبيه والكيوتين. طب الصغر المائي هيعمل ايه؟ هيعمل ادماع اهو. يبقى الكلمه دي غلط اللي فيها ادماع. طيب والساق الخشبي هيعمل نتح ثغري؟ لا، هيعمل نتح مين؟ اودايس. والكيوتين هيعمل نتح كيوتيني. تمام، تبقى المفروض اجابتك هتكون ايه؟ ادماع ونتح اودايسي ونتح كيوتيني، تبقى الاجابات ايه؟ امشي بكل حاجه على الترتيب. الصغر المائي هيعمل ادماع، الساق الخشبي هيعمل نتح اودايسي، الكيوتين هيعمل نتح كيوتين. طيب، عايزين نختار الجمله المناسبه الصحيحه اللي بتعبر عن الشكل. دلوقتي كان عندك هنا ده مين؟ عشان بس نشوف تركيز اليوريا عند ايه، وبعد كده زاد، وبعد كده سي، وبعد كده رجع تاني. المفروض اصلا اليوريا تمام كانت عاليه فين؟ هنا. ده وريد بابي كافيتي. ماشي. طيب بعديها مين؟ وريد كافيتي. بعديها مين؟ الشريان الكلوي. بعديها مين؟ وريد كلوي. خلاص، خلي بالك الاختيارين دول متكررين، يبقى هستبعد دول وده متكرر عادي، تختار ده او ده. الاثنين مكررين، الاختيارين مكررين. دي كده ايه ممكن تكون يعني غلط. اي النباتات التاليه يعمل على نقل الماء بمعدل اقل للهواء المحيط؟ نقل الماء بمعدل اقل للهواء، يعني مين اقل نبات في دول بيعمل نتح؟ اكيد النبات الصحراوي، اللي هو نبات مين؟ نبات الصبار. طيب 19 يقول لك انظر الى الشكل التخطيطي ليوضح عضوين من اعضاء الاخراج س. ماذا تعبر س من المواد الاخراجيه؟ طيب انا عندك كليه والرئه، ايه المشترك بينهم؟ طب بالله عليك، هل المشترك بين الكليه والرئه ان هي بتطلع سي او 2؟ لا، انا عايز المشترك. ما فيش سي او 2 خلاص. طب هل الرئه بتطلع يوريا؟ لا، يبقى هي المشترك مين؟ مواد متطايره وميه، لان ديت بتطلع مواد متطايره وميه، ودي بتطلع برضه مواد متطايره وميه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي افحص شكل الدماغ ثم وضحي البدائل ليربط كل وظيفه بالجزء. طيب ما تيجي كده نكتب البيانات. 4 ده مين؟ 4 ده المخيخ. 3 ده مين؟ 3 ده تحت المهاد. طيب و2 ده مين؟ المهاد. ودي نقول عليها مثلا ايه؟ قشرة ايه؟ المخ. تمام؟ كمنطقة يعني قشرة المخ، او ممكن يكون ده مثلا ايه؟ الفص الايه؟ الجداري، بس دي تبع القشرة يعني. وده مين؟ ودوت دي طبعا
الدماغ الاوسط، وهنا قنطرة بارون. طيب بيقول لك الجزء واحد مسؤول عن نقل السيالات العصبيه، واحد بينقل السيالات. لا، المفروض اللي بينسق السيالات العصبيه ويبعتها للمراكز تنسيق السيالات العصبيه مع عدا الشل كان تحت مين؟ المهاد. الجزء واحد مسؤول عن النطق والكلام؟ لا، لان النطق والكلام ده في الجبهه. تمام. مراكز النطق والكلام، تمام، لا أمر. اللي هو كان المركز الجبهي او الفص الجبهي كان مسؤول عن الحركات الإرادية والذاكرة والنطق. الجزء 2 بينظم ضربات القلب؟ لا، هو ما فيش غير مين؟ 4. هو المسؤول عن حفظ توازن الجسم. طبعا لو احنا عايزين نراجع الفصوص، كان عندك 5 فصوص. تمام. عندك الفص الجبهي، ذاكرة ونطق وحركات إرادية. عندك الفص الجداري، الإحساس بالحرارة واللمس والضغط والبرودة. عندك الفص الصدغي، الشم والتذوق والسمع. عندك القفوي بتاع البصر، وعندك الجزيرة قلنا ده غير مرئي. خلاص. طيب بيقول لك انظر إلى الشكل البياني المقابل اللي بيوضح معدل التغير في تركيز اليوريا في مناطق مختلفة من أجزاء النفرون لشخص سليم. ماذا يمثل الجزء ليه؟ طبعا هنا كان ثابت وبعد كده زاد، صح كده؟ فاحنا عايزين نعرف بي ايه من اجزاء النفرون. طبعا ممكن تقول بي دوت القناه الملتفه البعيده. تمام. ممكن تقول كمان برضو ايه؟ ممكن نقول القناه الجامعه عادي. ليه؟ لان ديت بيكون فيها اعلى نسبه من الريوي. يبقى القناه الملتفه البعيده او الايه؟ القناه الجامعه. طيب السؤال اللي بعده جايب لك الشكل المقابل يمثل خليه نباتيه في ورق نبات عشبي. نبات عشبي، ماشي. فجايب لك ايه؟ خليه نباتيه مطلعه قطرات ميه. طب ده مين؟ قطرات ميه، يبقى ده كده عمليه ايه؟ ادماع. لان يعني ايه ادماع؟ خروج قطرات مائيه من اطراف اوراق بعض النباتات في الصباح الباكر في نهايه فصل الربيع، بدل الادماع. طب لو كان طلع دي بخار ميه كنا ممكن نقول ايه؟ نتح. طيب السؤال اللي بعده، ادرس الشكل المقابل ثم أجب أمامك جزء من ليفة عصبية بها منطقتين مغمدتين. مغمدتين دي يعني ايه؟ اللي هو فيها الغمز اللخيحي A و B. حدد أي اتجاه يتحرك السيال العصبي. عشان نريح دماغك قلت لك امشي ورا البوتاسيوم. يبقى هنا السيال هيبقى منين؟ من A to B. من A to B. فين البوتاسيوم؟ اهو البوتاسيوم. وفين الصوديوم؟ اهو. يبقى امشي كده من A to B. ماذا يحدث في حالة عدم وجود انزيم الكولين استريز؟ لو مش موجود زي انزيم الكولين، طب هو كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل على تحطيم مادة الاستريت كولين الى كولين وحمض خليج. طب هو لو مش موجود هتستمر استمرار حالة اللا استقطاب. استمرار حالة اللا استقطاب وعدم العودة لوضع الايه؟ الراحة. لان المفروض هذا الانزيم يا جماعه هو اللي بيرجع لي تاني لحاله الايه؟ الاستقطاب. بيرجع لي لحاله الاستقطاب. وهو لو غاب يبقى هتفضل الخليه العصبيه او غشاء الليفه في حاله لا استقطاب، ومش هعرف ارجع تاني لايه؟ للراحه. طيب في نموذج تاني معانا اللي هو 2024. برضه في اسئله جميله هنشوفها مع بعض. طيب السؤال الاول بيقول لي اذا علمت ان نسبه الرطوبه في الهواء داخل الغرف الهوائيه، نسبة الرطوبة في الهواء جوه الغرف الهوائية تختلف في 4 أنواع من النباتات حسب الظروف. أي هذه النباتات بيكون معدل فقد الماء بيها أعلى. يبقى ده جوه الغرف الهوائية. خلي بالك الطبيعي إن في علاقة عكسية بين النتش والرطوبة
بتاعة الجو. ماشي، كلما زادت الرطوبة بتاعة الجو يقل النبات. لكن انا بقول لك الرطوبة في الهواء بس جوه الغرف الهوائية، يعني جوه النبات. فطبيعي اللي بيكون أعلى رطوبة جوه النبات هيكون هو ده أعلى نبات. خلاص، فأنت عندك هنا س وصاد وعين ولام، يبقى مين أعلى واحد؟ 75 اللي هو ده. اقرا صح عشان تعرف تجاوب. انا بقول لك نسبة الرطوبة في الهواء جوه الغرف، ما قلتلكش نسبة الرطوبة في الهواء اسكت. طيب السؤال الثاني بيقول لي تتواجد خلايا الغراء العصبي. موجودة فين خلايا الغراء العصبي؟ هل في الغلاف العصبي، ولا جوه الحزم، ولا بين الحزم، ولا جوه الحزم وبينها؟ قال لك لا، الخلايا الغراء العصبي موجودة داخل الحزم وبينها. ليه؟ ارجع لخلايا الغراء العصبي كانت بتعمل ايه؟ خلايا الغراء العصبي كنا بنلخصها ل5 كلمات: داعمة، عازلة، موصلة، معوضة، مغذية. داعمة، عازلة، موصلة، معوضة، وإيه؟ ومغذية. يبقى هي موجودة داخل الحزم وبينها. السؤال الثالث بيقول لك في التشابكات العصبية. في التشابكات الإيه؟ العصبية تنقل النهايات العصبية، السيالات لمين؟ في التشابك بتتنقل لمين؟ هل التشابك ده بيكون من نهاية لبداية صح؟ هل من نهاية لنهاية؟ لا، يبقى نهاية لا. طيب لزوائد، طب ما الزوائد صح، طب ما بص يمكن يكون في حاجة تانية تنفع. زوائد شجيرية بس، غشاء خلية، ولا ممكن زائدة أو غشاء غدة؟ ممكن زائدة أو غشاء غدة. خلي بالك، إذا كان تركيز أيون البوتاسيوم على نقطة ما على غشاء الليفة أعلى ما يمكن فإنها تكون. امتى بيكون البوتاسيوم اعلى ما يمكن؟ خلي بالك بس، خليك كده لعيب. لا استقطاب وازاله، الاثنين زي بعض. طيب هل هي في الراحه ولا في الاستقطاب والعوده؟ هي في الحالتين دول بتكون في الاستقطاب وعوده الايه؟ اللا استقطاب. الوظيفه الحسيه للجلد ترتبط بايه؟ خلي بالك، الحسيه للجلد ترتبط بوجود ايه؟ الحسيه. يبقى انت عندك الزوائد الشجيريه هي اللي متصله، او هي مرتبطه بوجود زوائد شجيريه، مش نهايات عصبيه ولا موصله ولا تشابكات. الوظيفه الحسيه للجلد، ما انت عندك الخليه الموصله الحسيه عامله كده اهو. فده كده في الجلد اهو، وده كده رايح بقى لمين؟ لمين؟ للحبل الايه؟ الشوكي. يبقى الوظيفه الحسيه في الجلد بترتبط بوجود زوائد شجيريه. ايا مما يلي، ايا مما يلي ليس من وظيفه جهاز الكلى. ليس. طيب جايب لك هنا التخلص من الميه، التخلص من الصوديوم الزائد، التخلص من البوتاسيوم الزائد، التخلص من البولينا. طبعا انا اكيد ده انا عايز اتخلص من بولينا، وهنا حطيت لك 2 ملح. تمام، فاكيد يعني مش هختار واحد منهم. لكن هل انت بتتخلص من الميه؟ لا طبعا، دي مش من وظيفه جهاز الكلى. السؤال اللي بعده 7 بيقول لي ادرس الشكل المقابل ثم وضح. ادي الشكل اهو، جايب له الضوء من هنا. يزداد تركيز الاكسجينات فيه في جانب الساق والجذر المواجه للضوء. بس اعملها كده اهو، والضوء جاي من هنا، يبقى المفروض بيزيد في الجانب الايه؟ البعيد عن الضوء صح؟ يبقى في المواجه لا، جانب الساق البعيد والمواجه لا، جانب. يبقى هو بيزيدوا فينا يا جماعه جانب الساق والجذر البعيد عن الضوء. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه المنطقه المخيه التي ترسل اشارات مسببه للرغبه الشديده في النوم عند الاجهاد؟ ارجع لوظيفه تحت المهاد. تحت المهاد كان يعني ينظم العديد من الافعال الانعكاسيه، او بيتحكم في الافعال الانعكاسيه. تمام. كان عندك مثلا ايه؟ الجوع، الشبع، النوم، العطش، وبينظم درجه الحراره. طالما قلت النوم يبقى ده مين؟ تحت المهاد. وفي غده مهمه جدا بتتصل بمنطقه تحت المهاد اسمها الغده النخاميه، اللي هي المايسترو او سيده الغدد. تشارك اوراق النباتات الخشبيه بنسبه من النتح.
الورقه بتشارك بنسبه كام؟ ما هو الورقه دي فيها صغور 90% وفيها كيوتين 5%، يبقى اكيد النسبه اللي هتشارك بيها كام؟ اكتر من 90%، اكتر من 90%. تمام؟ ليه؟ او فيها صغور وفيها كيوتين. خلاص؟ طيب تتصل الغدد اللعابيه، الغده بالياف عصبيه ايه؟ انت عندك الحركيه يا جماعه بتنقل السيالات العصبيه منين؟ الحركيه بتنقل السيالات العصبيه من الجهاز العصبي المركزي الى اعضاء الاستجابه اللي هي من الغدد والعضلات. يبقى الغده اللعابيه بتتصل بالياف ايه؟ حركيه. طيب افحص الشكل الذي امامك ثم اختار ما تدل عليه الرموز س وصاد وعين. طبعا ده داخل وده خارج، فس بروتين وصاد بروتين وعين. طيب بص كده، هل س صاد عين الجلوكوز فيهم ثابت؟ دي لا طبعا. س صفر كريات دم وصاد صفر وعين صفر كريات دم، ولا لا طبعا س وصاد مش صفر فيهم كريات دم. طب س يوريا وصاد يوريا وده 5، يعني نسبة اليوريا هنا أقل؟ أكيد لا. لكن س 25 بروتين وصاد، لكن عين هي صفر بروتين، لأن البروتين يا جماعة لا يرشح. طيب السؤال 12 بيقول لك ادرس الشكل الذي الشكل المقابل، حدد ايه الكائنات يحدث هذا الشكل. جايب لك هنا الاوتو بيحصل له عمليه ايه؟ اكسده، وبيحصل اخراج هواء. طبعا كل اللي قدامنا دول نباتات او كائنات غير ذاتيه، تمام؟ لكن الكلام ده بيحصل فين؟ نبات البرسيم. يدخل الشريان الكلوي داخل الكلى من السطح دي بس نصلحها المحدب، تمام؟ وبينما يخرج الوريد من السطح المقعر، تمام؟ طبعا المفروض العباره الاولى ايه؟ خطا، والثانيه صح. ليه؟ لان الكليه عامله كده. المفروض الشريان والوريد بيدخلوا فين؟ بيدخلوا عند الايه؟ المقعر. لكن هو بيقول لك يدخل الشريان المحدب والوريد مقعر؟ لا. يبقى يدخل الشريان داخل الكلى من السطح المقعر، بينما يخرج الوريد من السطح المقعر. يبقى الاولى خطا والثانيه صح. اي اجزاء النفرون تعمل على خفض تركيز الجلوكوز في سائل الرشيح؟ طالما قال لك جلوكوز وبيقللوا في سائل الرشيح، هي مين؟ الانبوب الملتفه القريبه، لان هي دي اللي يعني تعمل عمليه ايه؟ اعاده الايه؟ الامتصاص. طيب السؤال اللي بعده، ايه وجه الشبه بين النيتروجين اللي خارج من الجلد والرئه؟ كلاهما مواد اخراجيه. احنا عارفين ان النيتروجين يا جماعه ليس ماده اخراجيه، تمام؟ النيتروجين ليس ماده اخراجيه، يبقى دي غلط. كلاهما يعتبر مواد، لا. ما هو النيتروجين اللي طالع من الجلد ده بيبقى فيه نسبه اللي هو اليوريا، ما ده ماده اخراجيه، يبقى دي لا. حالتهم الفيزيائيه وجود عنصر مشترك اللي هو مين؟ النيتروجين. ادرس الشكل المقابل ثم حدد اي الاجزاء اكثر نفاذيه للماء في جميع الاوقات. طبعا دي المحفظه القريبه ثانيتين البعيده. يبقى الاكثر نفاذيه للميه في جميع الاوقات هي القناه مين؟ القناه الجامعه. طيب سؤال 17، إذا تعرضت قمة الغلاف الورقي لبيادرة نبات الشوفان في الشكل المقابل للضوء من جانب واحد، يكون تركيز الأكسجين أكبر فين؟ ما هو إذا تعرضت للضوء من جانب ألف، جانب ألف يعني الضوء هيجي من هنا، يبقى مين أعلى في الأكسجينات؟ يبقى الحتة 2 وإيه؟ 2 و4. خلاص؟ عشان هو قال لك إن الجانب إيه؟ ألف. تستعيد وريقات نبات الاستحية وضعها الطبيعي بعد الحرق. تستعيد يعني بترجع تاني نتيجة كل مما يأتي معاك. زوال المؤثر، تقلص خلايا السطح السفلي، ماشي. انتفاخ خلايا السطح العلوي ولا انتفاخ السفلي؟ لا، هو انتفاخ السفلي، لكن انتفاخ العلوي لا. تمام؟ يبقى ما عدا مين؟ انتفاخ خلايا السطح العلوي. 19 بيقول لك
ادرس الشكل المقابل. خلي بالك الشكل ده مهم، الشكل ده مهم، الشكل ده مهم. خلي بالك الشكل ده مهم، الشكل ده مهم، الشكل ده مهم. على فكرة عادي ممكن الشكل دوت يجي لك، مش شرط يجي لك في اختيارات، ممكن يجي لك مقالي. يعني الشكل ده مش شرط يجي لك في اختيارات، ممكن يجي لك نفس الشكل ده في مقالي ويسألك على اسم مرحلة. فالشكل ده مهم مهم مهم. ادرس الشكل المقابل ثم حدد أي مراحل السيال العصبي بيستهلك فيها إنشاء جزيئات اي تي بي. يعني إيه الكلمة دي؟ يعني فترة إيه؟ الجمح. مش هو الفترة اللي بيستعيد فيها غشاء الخلايا العصبية خواصه الفسيولوجية؟ فمعنى كده اللي هو بيكون عايز طاقة اي تي بي، فبقول لك بيستهلك. تمام؟ طيب عندك هنا دال واو، هل دي كده؟ وعندك جيم دال. طبعا ألف ف ده مين؟ إثارة، صح كده؟ وب ج، يعني ألف ج اللي هي الانتقال لحالة الإيه؟ الإثارة. وعندك إيه؟ ب ج ولا المفروض ج د؟ هي المفروض هتبقى مين؟ ج د، اللي هي دي، اللي هي إيه؟ اللي هي عودة الاستقطاب، أو اللي هي فترة إيه؟ الجموح. خلاص؟ خلي بالك من بالشكل ده. تتميز الخلايا العصبية الحسية عن الحركية. بص كده، ادي الحسية اهي. الحسية بطول ايه؟ قال لك طول تفرعاتها الايه؟ الشجيرية. طول تفرعاتها الشجيرية، دي ميزة موجودة في الخلايا العصبية الحسية. طيب تعالى برضو نشوف الشكل دوت. الرسم المقابل يوضح مستوى اليوريا في الدم لأحد الأشخاص على مدار عدة أيام، علما بأن النسبة الطبيعية لليوريا 40 لكل 100. فهو بيسألك على إكس، الطبيعي كام؟ 40. طب إكس دي كام؟ يا نهار أبيض، إكس دي معدية ال 100 يا جماعة، تقريبا معدية ال 100. تمام؟ يبقى دي معناها إيه؟ معناها إن بيقول لك إيه السبب في إن أنت توصل هنا؟ معناها إن ده تلف لمين؟ لنفرونات الكلية. تلف لمين؟ لنفرونات الكلية. خلاص؟ ما هو انت معلش، معنى ان انت اليوريا توصل عندك للنسبه دي، المفروض الكليه تمام هي اللي بتخرج لك اليوريا وبتخلي النسبه الطبيعيه بتاعتك في الدم عاليه. فمعنى ان هي توصل لكده يبقى الكليه كده مش شغاله، في مشكله كده، في خلل فين؟ في الكليه. طيب الشكل اللي بعده بيقول لي هنا الشكل المقابل يبين تفاعل يحدث في منطقه التشابك. ما هي الماده سي والماده اي؟ هبص كده، هبص على سي هلاقيها ما بتتغيرش، صح كده اهو. يبقى طالما ما بتتغيرش يبقى ده الانزيم. الانزيم ده اللي هو مين؟ الكولين استريز. يبقى ده مين؟ الكولين ايه؟ استريز. طيب والماده ايه؟ الماده ايه اللي هي هتشتغل، او الانزيم هيشتغل عليها، اللي هي ماده ايه؟ الاسيتايل كولي. خلاص. وخلي بالك برضه الحته دي مهمه، الحته بتاعت دور ايونات الكالسيوم في التشابك العصبي مهمه، اللي هو ما دور ايونات الكالسيوم في التشابك العصبي مهم. تمام. الايونات الكالسيوم بتعمل على تحرر او بتعمل على انفجار حويصلات التشابك وتحرر ماده الاسيتايل كولين. الماده اللي ديت بتطلع بتسبح في شق الايه؟ التشابك لحد ما ترتبط مع المستقبلات الخاصه على الغشاء الخليه العصبيه. تمام. فبيحصل ايه لما بترتبط بيها؟ فبيحصل تغير في نفاذيه ايونات الصوديوم للداخل، فبيتولد سيال عصبي. الحته دي مهمه، دور ايونات الكالسيوم والاسيتايل كولين والانزيم ده. فالانزيم ده مهم، ويعني متوقع ان هو يجي لك فيه سؤال. تمام. ماذا يحدث بقى؟ يسالك في الاختيارات، يجيب لك شكل شبه ده، يبقى الانزيم ده مهم. تمام. طيب وبكده آه تم بحمد الله الانتهاء من المراجعة النهائية
لطلاب تانية ثانوي، كل عام وأنتم بخير. معاكم مستر إبراهيم أمين. وأنت عارف مع الأمين مفيش مستحيل إن شاء الله. ربنا يوفقك في طلاب سنة تانية. عايزك تراجع الفيديو كويس، وعايزك برضو تراجع الأسئلة بتاعت اللي احنا كنا منزلينها على الصفحة، أو اللي هي موجودة معانا في منصة فرصة. ربنا يوفقك، ذاكر وراجع كويس، لسه قدامك وقت إن شاء الله تدخل كده يكون الامتحان كويس وطالع منه مبسوط، ونكون احنا غطينا شوية أسئلة من اللي هي بتيجي في الامتحانات. كل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم على خير والله في سنة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.